بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه فيديو جديد من فيديوهات مطبخ ام رحيم البسيط. ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان الفتره الجايه ارجع لكم الفيديوهات تاني او انزل فيديوهات، وخصوصا ان احنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان، فحاول بقدر المستطاع ان انا اعمل لكم فيديوهات فطار يومي زي يعني السنه اللي فاتت، علشان تاخدوا افكار لفطار رمضان، وبرضه هتكون ان شاء الله يعني ايه اكلات اقتصاديه. النهارده طبعا معانا ممبار والكرشه، فقلت اعملها معاكم وابدا يعني ارجع تصوير تاني معاكم. اهم حاجه في الحاجات دي يا جماعه النظافه ثم النظافه ثم النظافه. طبعا الكرشه بتغلي كم مره او بغليها كم مره وهرمي الميه بتاعتها. فطبعا انا غسلاها كويس بالملح وبالليمون وبالدقيق ونقعتها وشطفتها كم مره. هنا طبعا معايا حله على النار فيها ميه، وهنزل ورق لورا ومعلقة فلفل اسود حصى، كمون حصى، عندك مطحون حطي. طبعا هنا ليمونتين كده متقطعين شرايح، وراس توم يا جماعة قشريها بقى ما تقشرهاش. كده كده احنا هنغلي الغلوة الأولى بتاعتنا وهنرمي المية، وبعد كده هنشطفها ونسويها تاني تسوية عادية. تمام. هنا معايا الكرشة، حطيتها في النار يعني على المية تستوي او في المية تستوي. هتغلي كده يعني هتقعد حوالي 5 دقايق على النار. هنا هبدأ معانا خلطة الممبار بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين رز، ومعايا بصلتين كده متقطعين، وراس توم، وقرنين 3 فلفل. واحط التوابل بتاعتنا بقى، هنا معايا فلفل وكمون وكزبرة. والطماطم دي يا جماعة لو عايزة تعمليها طماطم فريش ماشي، متسبكة مفيش مشاكل. انا كنت اديت لها غلوة واحدة كده، هي كانت موجودة عندي يعني، وانا قلبتها على الخلطة مش مسبكة قوي. فطبعا هنا طبعا الكرشة بتاعتنا بعد ما قعدت حوالي 5 دقايق على النار، هاخدها طبعا اشطفها شطفة حلوة جدا، وهرمي المية بتاعتها. وفي حلة نظيفة هحط بقى يا جماعة في الحلة بتاعتنا، اقطع الكرشة بتاعتنا تاني. يعني قطعها زي ما تقطعها بقى مربعات، مكعبات. يعني المهم قطعيها، هي كده كده هتستوي تاني على النار فهتكش معانا تاني. هنا حطيتها تتشوح على النار، وحطيت معاها قطعت طبعا شوية بصل كده من اللي انا كنت شايلاهم، يعني من بتوع اللي انا مقطعاهم للممبار. واحدة او اتنين طماطم مكعبات. وطبعا الشوربة بتاعتها يا جماعة برضو احنا مش هنشربها، اللي حابب يشربها يشربها. حطينا بقى ورق لورا والملح والتوابل والحبهان، انا احط كل حاجة واسيبها برضو تتشوح كده. وبعدين هزودها تزويدة واحدة علشان انا هحشي في الممبار. خلاص هسيبها برضو تتنشف مع بعضها تاني. وهنا لما لقيتها اتنشفت زودتها مية يا جماعة، هزودها تزويدة مية واحدة وهسيبها تستوي بقى، وحطيت لها ايه شوية سكر صغيرين علشان يسرعوا في التسوية بتاعتنا. طبعا الكرشة بقى ريحتها جميلة جدا، ريحتها زي الفل يا جماعة. طبعا لما انا غليتها كم مرة برضو، غليتها بالثوم وبالكمون وبالحاجات ديت، ورميت ميتها وشطفتها، ما عادش فيها اي ريحة خالص. هسيبها بقى تستوي. وهنا انا كنت حشيت الممبار بتاعنا في حلة مية على النار كده. هحط فيها ايه بقى؟ الممبار يا جماعة اول ما بنحطه على النار في المية بيقفل على طول. هنا هحط واحدة بصل، وهحط دي منكهات يا جماعة عشان الممبار بتاعنا. وهحط واحدة طماطم، وهحط التوابل بتاعتنا بقى برضو، ورق لورا وحبهان. حابة تحطي التوابل حصى ماشي، حابة برضو تحطيها مطحونة ماشي. بس الفكرة في التوابل الحصى بيبقى النكهة بتاعتها أعلى شوية. ليه أنا بحط يعني التوابل بتاعتنا حصى؟ النكهة بتاعتها بتبقى عالية شوية، والريحة بتاعتها بتبقى أعلى، لأنها مجرد ما بنطحنها الريحة بتاعتها بتخف شوية. خلاص هنا هحط الحبهان، وخصوصا ان الشوربة دي احنا مش هنشربها، يعني احنا مش هنشربها، عشان كده انا بحط التوابل بتاعتنا حصى. بتبقى للسليق بس. هنا بقى مجرد ما المية بتاعتنا هتبدأ تغلي هسقط فيها الممبار. خلاص. زي ما قلت لكم انا ما عملتش معاكم الممبار قبل كده على القناة. لا انا عملت الممبار بتاعي مرة واحدة، لكن الكرشة اول مرة اعملها معاكم على القناة. الكرشة طبعا مش كل الناس يعني او الاطفال بالذات عندي ما بيعرفوش ياكلوها او ما بيحبوش ياكلوها، بس انا بصراحة كده يعني عشان اجيب ممبار فكان لازم اشتري مع الممبار كرشة، فقلت هعملها معاكم على القناة.
والله كان طعمها بسم الله ما شاء الله. وتغيير برضو وتجديد. اهم حاجة برضو في الممبار يا جماعة ان انت تحشيه وما تملهوش قوي، علشان يعني ما يبقاش كله مليان رز كده، ما يبقاش مش واخد راحته في السوا كويس. تمام. هنا بقى يعني مجرد ما الممبار زي ما قلت لك بتحطيه في المية بيقفل على نفسه، يعني البوز بتاع الممبار او الفتحات بتاعة الممبار بتقفل لوحدها. هنا طبعا انا بوريكم ان الممبار بتاعنا مجرد ما نزل في المية السخنة قفل، الفتحات بتاعته قفلت لوحدها. خلاص. هنا انا هسيبه بقى يستوي وهنزل الكمية كلها وهغطي عليه واسيبه يستوي، ومش هياخد وقت كتير لان الممبار بتاعنا يعني مش كندوز، يعني الممبار بتاعنا مش هياخد معانا سوا. هنا هنزل بالكمية كلها، وان شاء الله يا جماعة زي ما قلت لكم انا هحاول الفترة اللي جاية ديت هنزل معاكم فيديوهات زي ما كنا بننزل فيديوهات. انا يعني بعتذر منكم الفترة اللي فاتت دي انا كنت مشغولة وما كنتش بنزل فيديوهات. طبعا الممبار بتاعنا انا حطيت له حاجته كله ملح وتوابل وظبطته وسبته على النار يستوي. هنا هعمل بقى رز بشعرية والكرشة بتاعتنا طبعا على النار. خلاص. هعمل شوية رز كده بشعرية جنب الأكل على ما الأكل بتاعي يستوي. خلاص. هنا طبعا حمرنا الشعرية وهنزل بالرز. لو حابة بقى تعملي رز أبيض ماشي. ممكن على فكرة في ناس بتضيف للكرشة دي، يعني بحط لها حمص وكده، بس أنا يعني أنا عندي أصلا أولادي ما بياكلوهاش وأنا اللي باكلها بس. فبصراحة يعني قلت اجربها كده، انا بقالي فتره ما اكلتهاش، وفي نفس الوقت حبيت اعملها معاكم على القناه لان يعني دي من الاكلات اللي انا مش هعملها معاكم كتير، فحبيت اوريلكم الطريقه بتاعتي في العمايل بتاعتها برضو تاخدوا افكار، لان في الكرش على فكره الحاجات ديت ناس كتير جدا بتاكلها وبتحبها. هنا طبعا نزلت بالرز بتاعي اديته تشويحتين كده تشميعتين وظبطت الملح وكل حاجه، وهسيبه يستوي على النار. مجرد بقى ما الرز خلاص اتشرب معانا وهديت عليه، ركنته ورا الممبار بتاعي خلاص زي ما قلت لكم، لان هو يعني كان العجل بتاعه صغير فما خدش معايا سوا خالص، يعني يمكن خد ساعة على النار. هنا الممبار خلاص استوى فهنزله بقى من على النار وخلاص الرز استوى. هعمل التخديع والكرشة كمان يا جماعة كانت استوت. فانا هعمل الممبار هعمل الخلطة التخديعة للكرشة، لان انا هعملها في طاجن، هعملها في طاجن في الفرن. خلاص. هنا بصلتين حلوين كده قطعيهم زي ما تقطعيهم، تقطعيهم مكعبات شرايح طرنشات زي ما تقطعيهم. ومعايا برضو هنا راس توم صغيرة كده فرمتها وهديلهم تشويحة. هصفر البصلة يعني هدبل البصلة معانا كده، لان انا هحطهم في الطاجن وهيكملوا برضو هياخدوا لهم حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة في الفرن. هي الكرشة معايا مستوية وهحطهم بس في الفرن يندمجوا كده وياخدوا طعم الفرن معانا. هنا البصلة بتاعتي على النار ولحد ما تدبل خالص. حابة بقى تقطعي قرنين فلفل ماشي زي ما انت عايزة. الاضافات دي والنكهات ديت انت حرة فيها. هنا برضو الصلصة بتاعتي مش مسبكة قوي، زي ما قلت لكم انا كان عندي شوية صلصة اديت لهم يعني طماطم اديتهم غلوتين كده. خلاص. اول ما البصلة دبلت نزلت بالطماطم وهتبلها بقى احط لها الملح بتاعها وفلفل وكمون وكزبره، دي التوابل يا جماعه اللي انا بحطها على طول. وهسيبها يعني تاخد لها غلوه كده على النار، وبرضه هديلها كوبايه ميه هزودها تزويده واحده. هنا الكرشه زي ما قلت لكم خلاص استوت، هرصها بقى في الطاجن طبعا بالطماطم بالبصل بتاعتها عادي مفيش مشاكل. بس هصفيها من الشوربه معايا ما شاء الله. مش عامله ريمو ومش عامله حاجه اهي، شوربه نظيفه، الشوربه صفرة شكلها جميل جدا. يعني بصراحه الشوربه للي حابب يشرب الشوربه بتاع الكرشه والحاجات ديت الشوربه نظيفه جدا وتشرب. بس طبعا انا بالنسبه لي يا جماعه احنا ما بنشربهاش. خلاص. ف امشي بس على الخطوات دي او اعمليها بالطريقه ديت وهتشربي منها احلى شوربه. الشوربه اللي انا بوريلكم الشوربه صفرة ورايقه ازاي. حتى ريحتها كانت ريحتها حلوه جدا. هنا خلاص انا رصيت الكرشه وخلاص الطماطم بتاعتي اخدت غلوتين
وانا تبلتها وحطيت لها كل حاجة، هنزل بالصلصة بقى على الكرشة بتاعتي، علشان زي ما قلت لكم هدخلها الفرن، هتاخد يعني برضه هيندمجوا كده مع بعض في الفرن، ياخدوا غلوتين كده في الفرن. تمام. انا كده خلاص قربت اخلص الاكل يا جماعه. يعني الاكل على يعني ما خدش وقت خالص ولا خد مجهود للناس اللي بتحب يعني بتستصعب الاكل او المطبخ او الحاجات دي. كده خلاص الصلصه معايا، الكرشه مستويه والصلصه عليها كل حاجه متبله وكل حاجه. الطاجن بتاعنا كده خلاص جاهز انه يدخل فرن. يا سلام بقى لو تقطع الوش بتاعه كده قرن فلفل، او لو عندك شويه خضره ممكن برضو تقطعي بتدولها طعم ونكهة. في ناس زي ما قلت بتحط للكرشة دي حمص، بيسلقوا الحمص ويطبخوه معاه او يحطوه معاه في الطاجن. فانا بعمل زي ما انا يعني او احنا بنحبها. دخلتها الفرن بقى يا جماعة تاخد التشميعة. وهنا خلاص بقى حمر الممبار، لان خلاص الاكل خلص معايا. طبعا الطاسة زيت سخن والممبار معايا مستوي، وخلاص كده حمر الممبار بتاعي، وهتاكلي احلى ممبار. انا احيانا بعمله مثلا من خلطة المحشي، يعني بتبقى الطماطم بتاعته متسبكة خلطة المحشي. وممكن تعملي الطماطم تفرميها من غير ما تسبكيها عادي، الممبار كده ماشي وكده شغال. تمام. هنا طبعا الاكل بتاعنا خلص، الطاجن طلع من الفرن. وده الرز يعني عملت الرز بشعرية جنب الاكل، طبق سلطة وطبق مخلل، والممبار بتاعنا بعد ما اتحمر. الاكل بتاعنا النهارده كان سهل وجميل خالص وكان بسيط. اتمنى اكل النهارده يعجبكم.